يا شيخ لو كان الخير في قلبي دون أن أصنع هل أؤجر عليه؟ شوف والله هذا الكلام رائع. يعني لو أنت في قلبك خير هل تؤجر عليه أو هل توفق؟ صلح التعبير، لا نقول تؤجر، هل توفق؟ يعني أنا في قلبي خير لكن مكبوت ما أعمل. لو سألتك سؤال أعطني تعريف الأسير، من هو الأسير؟ تقول هو الرجل قبض عليه في الحرب. إذا ماذا يصنع الأسير في الحرب؟ يريد قتلي وقتلك، أليس كذلك؟ وأسر قدرنا عليه. ومع هذا اسمع الآية: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه. إذا كان أسير جاء لقتلي، ليس لقتلي، قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يا أيها النبي قل، يعني شوف أمر، ليس لا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، ليس فقط عزيمة بس، بذرة خير، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. انتهى الوضع؟ لا، أخذنا منهم أموال نعيد الأموال، أخذت الهيبة نعيد الهيبة، عانوا من الذل نذقهم العزة. ماذا قال بعده؟ ويغفر لكم. بمجرد فقط خير في القلوب. لهذا لا تحكم على أحد بمظهره، فإن القلوب أحيانا هي أصلا مفتاح الجنة، هو القلب مفتاح الجنة هذا. ولو كان مفتاح الجنة العمل لسبقنا أهل الرياء، لسبقنا كل من سجد لله رياء وسمعة، لكن مفتاح الجنة ها هنا، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل شيء، من الشرك، من الرياء، من الكبر، من العجب، من الحقد، من الغل، سليم. لهذا اجعل الخير في قلبك، لا تقطعه أبدا، فإن الله لا يهلك أحدا سبحانه حتى يعدم الخير منه. لهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم الهدى. كيف يعلم الله خيرا فيهم؟ قال في قلوبهم. لهذا لا يهلك الله أحدا إلا عدم الخير منه.